السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة القمر الدايبة الجميلة دي. حاجة كده زي العسل. لو انت البسبوسة بتبوظ منك، بتطلع منك مش مرملة، مش شاربة الشربات بتاعها كويس وناشفة، تابع معايا الفيديو ده وانت هتشوفي كل التريكات وكل حاجة يعني في البسبوسة هتخليها ان شاء الله تنجح معاكي. بس يا ريت قبل ما نكمل الفيديو بتاعنا، يا ريت لو اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يجيلك كل وصفاتنا الجديده. يلا بينا قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا البسبوسه القمر الجميله دي ازاي. حطي اللايك ودعميني بكومنت حلو منك. بصي بقى البسبوسه دايبه ازاي، حاجه كده ومرمله، وبصوا شاربه العسل بتاعها زي اللي بنجيبها من بره واحلى كمان. حاجه كده ما شاء الله زي العسل. تابعي معايا الفيديو في الاخر ويلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه كده معايا حله او اي حاجه بقى تعملي فيها، هحط فيها نص كوبايه من السمنه. وانا هنا حطيت، طبعا لازم السمنه يكون فيها سمنه بلدي عشان تديها طعم حلو. تمام. هحط عليهم كوبايه من الحليب وربع كوبايه من جوز الهند، وهقلب الكلام ده كويس قوي وهحطه على النار، على نار متوسطه كده لحد ما السمنه تدوب معايا. وهجيب بقى الخليط بتاعي كده يكون جاهز ساعتها. تمام. بعد بقى السمنه ما دابت كده في الخليط بتاعي ده، ضفت معلقتين عسل اللي هو شربات الحلويات، بس يكون قوامه تقيل شويه. لو مش متوفر عسل شربات ممكن تضيفي عسل ابيض او عسل الكلوكوز. تمام. انا ما كانش عندي غير الشربات فحطيت معلقتين منه. وادي الخليط بتاعي اهو بعد ما داب وكان دافي كده شويه. جبت بقى البسبوسه بتاعتي، انا عملتها بالاكياس الجاهزه. مفيش مشكله خالص انك تعملي الاكياس الجاهزه وتعملي عليها نفس الحاجات اللي احنا عملناها دي. زي ما هتشوفوا دلوقتي النتيجه. حطيت رشه ملح صغننه قوي على ايدي، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما تزيدش عن نص معلقه يا جماعه. تمام. نص معلقه ممسوحه مش مليانه كمان. وهنقلب بقى الكلام ده كده مع بعض، البيكنج باودر مع السميد بتاعنا، مع رشه الملح، وهننزل بقى بالكلام ده. وفي المرحله دي مش هنقلب كتير، احنا بس هنخلط المكونات دي كده، نخليها تتجانس بس مع بعضها، لكن مش هنقلب كتير. التقليب الكتير هينشف البسبوسه معاكي. جبت صينيه بقى مدهونه سمنه او ممكن تدهنيها طحينه، وتنزل بقى الخليط بتاعنا ده كده ونسويه كويس قوي فيها اهو كده. طبعا الخليط شايفينه مش محتاج اي حاجه. انت ممكن لو الخليط ناشف معاكي كده ممكن تبلي ايدك بميه وتبداي ان انت تسويه كده تسويه في الصينيه، لكن هو ما شاء الله مش محتاج اي حاجه. محتويات الكيس بتاعي ده 500 جرام، يعني نص كيلو من البسبوسه. هبدا بقى ان انا اقسمها كده بالسكينه، عشان الخطوه دي بتخليها لما بتطلع من الفرن واجي اشربها بالشربات بتاعها بتتشربه كويس قوي وبيدخل في كل جزء فيها كده. وبرضو يعني عشان لما تزينيها بأي حاجة بقى عندك، تعرفي تزينيها تكون التزيين مظبوط قوي. فاللي هي التقسيمة دي بتظبط التزيين. انا بقى حطيت فول سوداني، طبعا اي حاجة عندك، لوز، بندق، اي مكسرات عندك ممكن تحطيها، بس بعيدا عن الزبيب، بلاش الزبيب عشان بيتحرق. وشكلها جميلة قوي بالفول السوداني. هدخلها على الفرن بقى درجة حرارة 200 على الرف الاوسط لحد ما الجوانب بتاعتها تحمر كده، هيدلها شوايه الوش يحمر هو كمان وخلاص. هنا بقى نحضر الشربات بتاعنا. معايا كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من الميه. بس هنا الشربات جه مسكر شويه، فلو الناس اللي مش بتحب الحاجه مسكره قوي ممكن تعملها بكوبايه ونص سكر عليهم كوبايه ونص ميه، وعليهم عصره نص وهنا بقى البسبوسه بتاعتي بعد ما طلعت اهي وهي سخنه لسه خالص، وكمان الشربات كنت لسه طافيه عليه، لازم الاتنين يكونوا سخنين. تاخدي بالك من النقطه دي، لازم الاتنين يكونوا سخنين. وطبعا الشربات حوالي 5 دقايق على النار بس اللي بيقعدهم. تمام. لازم أن يكون خفيف يا جماعه زي ما انتوا شايفينه كده، مش بيكون زي شربات الكنافه ولا اي حلويات تانية. تبدأي تسقيها، وطول ما انت بتسقيها وبتتشرب الشربات كده اعرفي ان البسبوسه بتاعتك دي هتطلع ناجحه. تمام. طول ما هو خفيف هتلاقي البسبوسه اتشربته بسرعه كده، وطول ما هي بتتشربه البسبوسه هتكون ناجحه. لكن لو الشربات لقيتيه واقف كده فوق شويه كتير يبقى كده البسبوسه مش هتكون ناجحه خالص. ولازم يكون خفيف علشان تطلع ناجحه معاكي. من عوامل نجاح البسبوسه اهم حاجه الشربات يكون خفيف يا جماعه. ان هو اول ما غلي كده حطيت عليه النص ليمونه وخلاص، يعني سبته دقيقة واحدة كمان وطفيت عليه، بيكون قوامه كده مايل ان هو خفيف قوي، مش مش ماسك خالص زي بقية الحلويات. وبس كده ادي البسبوسة بتاعتنا شايفينها بقى عاملة ازاي. بصوا دايبة والشربات فيها كده من كل حتة فيها، وكمان مرملة قوي، وحاجة كده ما شاء الله زي العسل. بجد لو مشيتي على الطريقة دي والله هتطلع معاكي انجح بسبوسة جربتيها. بصوا عاملة ازاي، شايفينها في الصينية من تحت عاملة ازاي،
وطعم السمنة البلدي بقى فيها كده باين، جميلة قوي. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي اللايك ودعموني بكومنت حلو منكم. ولو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.